الفصل السابع. المشهد الثاني. رقد دانيال على الفراش غائبا عن كل ما يدور حوله، يكسو الشاش والقطن صدره وذراعه اليسرى، بينما جلس يعقوب وإيريني عن يمينه، وجلست سارة ونور عن يساره. خيم الحزن على الجميع، وكست الدموع وجوههم. مهد حديث يوسف إلى سارة ونور ما ينتظرهم. أما يعقوب وإيريني فكان يترقبان بأمل شديد إفاقة دانيال من غيبوبته. مر وقت طويل، وفجأة تحرك رأس دانيال يمينا ويسارا، فانتبه الجميع إلى دانيال الذي بدأ يهزي بكلمات غير مترابطة: سامر أيها الأوغاد، القناة لنا، سترحلون أقسم. يستدعي اسم سامر دموع نور بشدة التي تدعو له: فليرحمك الله يا حبيبي. يهز يعقوب دانيال برفق: دانيال أتسمعني يا حبيبي؟ يفتح دانيال عينيه بصعوبة بالغة، يتبعها تأمل الحجرة وما حوله متسائلا: أين سامر؟ نظر دانيال إلى نور: أين سامر يا نور؟ لماذا لا تجيبين؟ لماذا تبكين هكذا؟ تمسح نور دموعها وتتمالك نفسها، ثم تجيب: هون على نفسك يا حبيبي، سامر مرتاح الآن. ترفق بنفسك يا ولدي وبوالدك الذي انشق قلبه حزنا عليك. لماذا هانت عليك حياتك؟ وما علاقتنا بهذه الحرب؟ علاقة من إذن يا والدي؟ أهلها هم المسؤولون عن دفاع عنها، ومن نحن؟ أترانا سائحين هنا أم مماليكا مرتزقة؟ كيف ترانا يا والدي؟ ليست أرضنا. أنا أحب هذه الأرض حبا شديدا، أحب شعبها وترابها وذكرياتي فيها، وقريبا أستقر في باطنها. لا يا دانيال، لا تؤلمني بحديثك. ستعيش يا حبيبي، وسنرحل إلى وطننا الحقيقي. لا وطن لي سوى مصر التي تختزن رفاة جدي وجدتي، وسألحق بهما. ماضيك ومستقبلك هنا يا والدي الحبيب، لا وطن لك غيره. ترفق بنفسك يا حبيبي ولا تجهدها بالحديث. لا فرق، أنا أقترب من النهاية. لا تقسم ظهري بكلامك، ترفق بي يا ولدي، بل ترفق أنت بنفسك وبمن حولك. قبل أن أغادر هذه الحياة عدني أن تنفذ وصيتي لتهدأ روحي في مرقدي الأخير. يبكي يعقوب: كفى يا ولدي، اسمعني أرجوك، الوقت يداهمنا. أتعلم كيف مات سامر؟ مات دفاعا عني، لقد ارتمى بجسده ليجنبني رصاصات الإنجليز التي انهالت علي كالمطر، ناسيا أصله وأصلي. إن ما جمعنا أعظم مما كنت تظن أنه يفرقنا. لقد جمعتنا هذه الأرض، وقبلها الإنسانية التي جمعنا عليها آدم وحواء. يبدو الذهول على وجه يعقوب فيعقب: ماذا تقول يا دانيال؟ لقد تحمل الشريف مسؤولية إنقاذي وحملني إلى هنا، وكان يمكنه تركي للإنجليز أنال منهم ألوان العذاب، ولكنه صمم أن يحملني، وكان نحيبه على سامر آخر ما سمعت قبل أن أفقد الوعي. يحني يعقوب رأسه خجلا: لا أكاد أصدق ما أسمع. إنه إنسان نبيل يا والدي، جدير بأختي إيريني. عدني يا والدي بجمع شملهما. يتعثر دانيال في النطق فجأة، وتتلاحق أنفاسه سريعا، فيفزع يعقوب وينتفض صارخا: دانيال، دانيال! يسلم دانيال الروح، فيميل رأسه يمينا نحو والده وإيريني التي تصرخ: دانيال، دانيال لا! يصرخ يعقوب مستنجدا: دكتور يوسف، دكتور يوسف! يأتي يوسف وخلفه مختار ونبيل وشريف على أثر صراخ يعقوب، وإيريني التي تحتضنها نور، وتبكيان معا، بينما يبدو يعقوب مصدوما: لا، هذا خيال، إنه كابوس، سرعان ما أفيق منه. تحاول سارة الاقتراب من يعقوب فيمنعها مختار: دعيه يفرغ كل ما بداخله من حزن وسخط، وسيهدأ بعد قليل. يتقدم يعقوب نحو باب الحجرة كإنسان آلي. تبكي نور بشدة وهي تقول: ما هذا القدر العصيب؟ هل أفقد ابن عمي وابن خالي في ليلة واحدة؟ إن أنفاسي تتثاقل. يقترب مختار منها مهونا: لا ينبغي أن تفقدنا المحن إيماننا، بل تزيده قوة وتزيدنا صلابة. يتنهد يوسف حزينا، ثم يقول: يجب أن نستغل سكون الليل وظلامه لندفن دانيال. على الفور يؤيده نبيل قائلا: ستتكفل أنت والشريف بحمله إلى المقابر، وأنا سأتدبر أمن الطريق، فلدينا عدد من القنابل في القبو تحسبا لأي غدر من الأعداء. أما عمي مختار فسيبقى هنا لحماية النساء. يمكنني أن أحمله إلى المقابر وحدي كما حملته عندما كان مصابا.
لا يا شريف، الطريق من هنا إلى المقابر أطول من الطريق الذي قطعته. حسنا، كما ترى. يتنهد الدكتور مختار ثم ينظر إلى أعلى متضرعا: اللهم الهمنا الصبر والقوة لنتحمل قدرك برضا وترفق بنا، وارحمنا فلا رحيم سواك.